الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علیکم ایها السادة و المشایخ الكرام الباحثون. يسعدني لي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أصحاب سماحة رعاة هذا المؤتبر العلمي، سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المنورة آية الله السيد أحمد الصافي دام عزه، ومتولي العتبة الرضوية آية الله الشيخ أحمد المروي حفظهم الله. نعتذر من حضوركم ونؤدي ما كتبناه حول شخصية علمية فقهية أصولية فلسفية عرفانية تاريخية كلامية حديثية أدبية، فهو فرع من دوحة الكرم، وعاش سنين متمادية في كربلاء، وأحيا حوزتها العلمية بعلومه، فشكرا له نقدم هذه الرسالة، وهي الحصالة البتة. المنهج العلمي لآية الله العظمى السيد محمد هادي الميلاني، أحد كبار مراجع التقليد في القرن الرابع عشر، نؤكد على استكشاف المنهجية المتبعة عنده، ولمنهجه أركان 7. الأول الأصالة الأصولية وفقه اللغة والتحليل اللغوي والاهتمام بآراء المتقدمين، وهو البعد التاريخي وتتبع سير تطور المسائل الفقهية والتعامل الاجتماعي مع الروايات ودراسة السند على مبنى الوثوق بالصدور. باعتبار الشهرة. المدخل الاجتهاد عند معشر الإمامية حركة اكتشافية، بمعرفة منهج السيد الميلاني تبين صلة رصينة بين الأصول والفقه، ويعرفنا نموذجا اجتهاديا معاصريا. إنه تلميذ الأعلام في النجف، لكن له صلة خاصة بالإصفهاني ثم النائيني. الأول الأصالة الأصولية، يعرف في دروسه بالمدقق لا مجرد المتتبع المنتقي، وهو ذاب في أستاذه وثمرته نخبة أصولية فلسفية عرفانية. وقد كان فهم آراء الإصفهاني ذخيرة علمية، وكانت روح الأصول عند السيد الميلاني هي روح الأصول عند الحاج شيخ، ولهذا اشتهرت عنه من لا أصول له لا فقه له. وقد سدد هذا القول قول جدي المحدث الآية الجازري، حيث كتب في إجازته لسلطان المحققين السيد المرعشي: ما من أخباري إلا وهو أصولي، وما من أصولي إلا وهو أخباري. ميزة الشخصية الأصولية عند الميلاني هي تركيز الفقه على الأصول، ولم يميز بينهما كما ميز سائر الفقهاء، فقد درسوا الأصول استقلالا ونسوا إعماله في الفقه، فهو يطبق كل فرع بقاعدته الأصولية. الثاني، إن لفقه اللغة دورا أساسيا في إدراك المعاني الشريفة لآيات القرآن الكريم والأحاديث. أكد آية الله الميلاني كرارا أن هناك قضيتين لهما دخل كبير في دقة الاستنباط اللغوي. الأول قدم المعجم، والثاني تتبر الدلالة. والسيد الميلاني متأثر في هذا عن أستاذه الإصفهاني الأديب الشاعر،
و نظریته فی ذیل لازرر و لازرار ينقض نظرية المير سيد شريف الجرجاني المصر على أن باب المفاعلة للاشتراك، رغم أن الشيخ الإصفهاني يؤكد بأني مررت مرارا القرآن الكريم واستفدت أن باب المفاعلة للمبالغة وحده لا للاشتراك. وهكذا في وضع الألفاظ عين الوضع بالإشارة، وهو قول سوسير في تلك الآونة، ونحن لا ندري من الأول. الثالث الاهتمام بفقه المتقدمين بعد أن انتقل الفقه إلى القدماء جيلا بعد جيل، كما يعبر الشيخ في الخلاف بقوله هكذا رأينا، فإن لفهمهم من الروايات قرينة هامة على كسب المراد من الروايات، وهكذا الشهرة الفتوائية عندهم تساعد الفقيه على بلوغ حقائق الفقه بصورة أعمق وأدق. تجاه السيد الخوئي المزامل للسيد الميلاني إنه تبع الشهيد الثاني في عدم اهتمامه بالشهرة وعدم إزرار إعراض الفقهاء، وشعاره أن عمل مجتهد ليس حجة لمجتهد آخر، كما أن شعار الشهيد أن الشهرة لم تتحقق بل فقهاء تبعوا الشيخ التوسي كما صرح به الحمصي. وعمل الميلاني ومشهور الفقهاء عمل قريب بالاحتياط في الاجتهاد، ولذلك شمر العلامة الحلي وألف مختلف الشيعة، وأكد الشيخ جعفر كاشف الغطاء بتأليف تلميذه مفتاح الكرامة، واهتمام آية الله البروجردي بتبعه. الرابع تتبع سير تطور المسألة الفقهية والتحذير من التفرد. إن الاهتمام بمعرفة السجل للمسألة الفقهية يقدر الفقيه على أن يتجنب عن التفرد في الفتوى، وعمله بروايات لم يعتني بها الأصحاب، وهذا كان شعار المحقق الهلي في مقدمة المعتبر، حيث قال بعد ذكر الأقوال الأربعة في حجية الخبر الواحد: ما عمل به الأصحاب عملنا، وما لم يعملوا لم نعمل. الخامس فهم الروايات والاعتكاف على النصوص والاجتهاد فيها، فإن للأخبار دورا محوريا في الفقه، وقد قال آية الله البروجردي: لو لم يجمع الشيخ التوسي الأخبار الآحاد لم يكن لنا في الفقه شيء. ومخيم الفقه مقام على دعائم أخبار الآحاد، فإن السيد الميلاني يعتكف عند خيمة الفقه ويستخرج من كل رواية قواعد مختلفة، وهذا معنى قول الإمام الصادق عليه السلام: علينا إلغاء الأصول وعليكم التفريع. السادس يعتمد الفقيد آية الله الميلاني في دراساته للأسانيد على منهجية وثوق الصدور التي ترتكز على تجميع القرائن المحيطة بالرواية، ولا ينخرط في النقد السندي الجزئي المفصل. بلنا مقالة بالمقارنة بين الشهيد الثاني الممثل لمنهجية السندي وآغا جمال الخنصاري الممثل لمنهجية الصدوري، وتجميع القرائن يلاحظ أن أكثر تلامذة المرضى النائيني كالسيد الميلاني والشيخ حسين الحلي يمنهجون على سلك وثوق الصدور والاهتمام بالقرائن، رغم أن آية الله الخوئي المزامل لهما قد عدل عنه في الآونة الأخيرة من عمره العلمي، ولذلك كتب معجم رجال الحديث، وقد ارتكز على نصوص توثيقات الرجاليين. والسيد الميلاني يستكشف القرائن لاعتبار الروايات، ويدعي أتباع الوثوق الصدوري أن التوثيق الحاصل بالقرائن
أعلى من التوثيق الحاصل بالنص الرجالي. بل النائيني عبارته المشهورة أن الخدشة في أسناد الكافي حرفة الإنسان العاجز. وهنا قد بحثنا عن سند حديث الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي اعتمادا على نصوص السيد الميلاني. السابع، اعطاء الحجية لمقام الشهرة. أص الشهرة واعتباره يرجع إلى مقبولة عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام. وكان دأب أصحاب الأئمة عليهم السلام لمعرفة الشهرة كبار الأصحاب كزرارة ومحمد بن مسلم. وأما الشهرة عند القدماء فهنا جدال بين الفقهاء في كشف هذه الشهرة. يذهب المعتقدون بالشهرة إلى أنها هنا مبنى علميا كان عند القدماء يتكلون عليها وفتاويهم محكية عن الروايات. ولكن تجاه هذا الشهيد الثاني بل أسرة العامليين ومن المعاصرين مزامل آية الله الميلاني يعني السيد آية الله الخوئي كلهم يشددون في حجية الشهرة وينكرونه تبعا لسديد الدين الحمصي، حيث لم يكن قبل الشيخ شهرة والشهرة بعد الشيخ لا قدر ولا وزن له، لأن الفقهاء أتباع. وهذه الجملة محكية عنه. لم يبق بعد الشيخ التوسي مفت على التحقيق إلا عدة من المقلدة. ولكن أكثر الفقهاء على الاهتمام بالشهرة، ولذلك أسس الوحيد كلامه أن الفتاوى المطابقة مع الشهرة أقرب إلى الحقيقة وأحوط في الاجتهاد. بل يرى بعض المحققين الشهرة هي الحجة وغير الشهرة لا حجة فيه، فلو تعارضا فهي تعارض بين الحجة ولا حجة وليس في الحقيقة تعارض. كما أنهم احتاطوا وقالوا لو أن جل الفقهاء قد أعرضوا عن رواية أو فتوى فهي دليل على أنه ليس مرضيا عند الأئمة بل أصحاب، لأن الفقه والروايات وصلت إليهم صدرا بصدر ويدا بيد. وهذا هو الرأي الكامل إن السيد الميلاني. فهو يحصل الشهرة بالاهتمام بفقه القدماء أولا، بل اهتمام بكتب متكفلة لنقل الفتاوي كمختلف الشيء والجواهر، ويجهد طاقته حتى يحصل الشهرة وجعل فتواه ذيل الدليل المشهور. فهو قد يستكشف أن الشهرة قد خلته ويصير مصداقا للقول المشهور رب مشهور لا أصله. فهنا يبين بوجه أنيق مبنى فتاويه. وفي الختام ملامح المنهج العلمي لآية الله الميلاني. إن دراسة المنهج العلمي لآية الله العظمى الميلاني تظهر أن توفيقه في الاجتهاد والفقاهة كان بتلفيق ذكي ومنظم بين عنصرين رئيسين: الوفاء العميق للسنة الأصولية النجفية الأصيلة والتجديد المنهجي في عملية الاستنباط. فقد نظر إلى أصول الفقه لا بوصفها مجموعة من القواعد المجردة، بل كبنية حية لبناء الصرح الفقهي يجب تطبيقها في صميم الاصطلاحات الفقهية. وقد اقترن المنح الأصولي بوعي تاريخي عميق، والفقه عنده ظاهرة متطورة، واهتم بالسير تطور المسائل حتى لا يقع في التفرد في الفتوى. والسلام عليكم، نشكركم على سماعكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.